بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي مجدي الجندي. أنا بس حبيت أوجه رسالة يا جماعة للجميع، إن في ناس كتير مش فاهمة إحنا نازلين ليه. الناس اللي عمالة تقول أنتوا هتخربوا البلد أو بتخربوا البلد، إحنا ما خربناش البلد. البلد بتخرب يا جماعة بقالها 30-40 سنة، مش بتخرب دلوقتي أبدا. إحنا نازلين يوم الجمعة عشان نكمل ثورتنا اللي بدأناها لا يمكن التراجع عنها. الثورة دي راح فيها أرواح واتصاب فيها ناس وأريقت فيها دماء. ما ينفعش ابدا يا جماعه بعد ده كله ان تضيع هباء ونرجع كما يعني قبل 25 يناير. مش ممكن. احنا نازلين كلنا ان شاء الله وبنأكد على طلبات الثوره. لابد من المحاكمات العادله، محاكمات عادله مش مترهله زي ما احنا شايفين. محاكمه مبارك اللي المفروض انه يتعدم اكثر من مره، محاكمه الوزراء الفاسدين، محاكمه الناس اللي خربت مصر، محاكمه الناس اللي نهبت مصر، محاكمه ضباط الشرطه المجرمين. ما بنعممش، ما بنقولش ان كلهم مجرمين، في ضباط شرفاء، بس في كتير مجرمين وكلنا نعلم ذلك، وهم لغايه دلوقتي اللي مش عايزين عمليه الامن تتم بشكل سليم في مصر. احنا مطلوب ان الامن يعود، الامن يعود باحترامه بينه وبينك القانون. طبق القانون، ما حدش يقدر يلومك، لكن بلطجه قله ادب طبعا ما حدش يقبل بده تاني. احنا نازلين يوم الجمعه وكلنا امل ان يا ريت يبقى الحضور وروح ميدان التحرير تبقى زي ما كانت. روح ميدان التحرير يا جماعه اللي كانت يوم 28 وعلى مدى 18 يوم، ايام كانت عظيمه جدا وكلنا فاكرينها. هننحي الخلافات جانبا اللي وضعت في قلبينا بعد كده، ننحي ده كله جانبا ونرجع على قلب راجل واحد، نرجع كلنا على قلب راجل واحد عشان نقدر نقاوم وننجح ثورتنا. الثوره المضاده انا شايف ان هي نجحت الى حد ما، بدليل النتائج الأخيرة اللي توصلنا لها من إفرازات ومحاكمات وهمية وتغطية وتدليس. فأرجوكم احنا هنرجع، مفيش ده كله مش عايزينه يستفزكم، لا داعي لاستفزاز أي حد. التزموا بضبط النفس، ثورتنا سلمية وعايزينها تفضل سلمية. محدش يستدرككم العنف، لأن لو تم استدراجنا العنف هيبقى فيه تبادل عنف بعنف وده هيولد بخور من الدم. احنا هنحافظ على سلمية الثورة لأقصى درجة. وربنا يوفقنا جميعا لأمثال الخير لمصرنا اللي نفسنا انها تبقى جنة الله في أرضه. ما حدش يقول بتخرب، احنا نفسنا مصر تبقى أفضل بلاد الدنيا. ما حدش يقول أجندات خارجية ومؤامرات والكلام اللي بنسمعه الكبير الكبير ده، أبدا. احنا بنتكلم بشكل عام، دي بلدنا مصر. 7000 سنة حضارة لما توصل للحال اللي كان موجود عليه من قبل 25 يناير، ده معناه دي كارثة. فلازم كلنا نهتم وهنبني بلدنا إن شاء الله بإذن الله، إن شاء الله بإذن الله بعد تحقيق مطالب الثورة. ربنا يوفقنا جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله.